بس ايه اللي حصل معاه بقى؟ تعال اقولك. هو اوريدي عمل سوت ليه، وكمان عمل الويب شوترز، دخل في فايت مع الافنجرز ضد الافنجرز، فايت كابتن امريكا وكان هيكسبه، وفايت فالكون وينتر سولجر وهانهم كمان، اتهان من الفولتشر بس بيكسبوا في النهايه. ده غير انه فايت باك تو باك مع ايرون مان ضد الالينز، وطلع الفضاء ودخل في فايت مع ثانوس، وشارك في الانفينيتي وور مع الافنجرز، وخسر المنتور بتاعه اللي بيبقى زي انكل بين كده وهو توني ستارك. اتضحك عليه واتهان من واحد كان فاكر ان هو ده المنتور الجديد بتاعه، بس بياخد حقه في الاخر وبيهزم ميستيريو. ده غير انه دخل في فايت مع الاليمنتالز، اللي بالمناسبه دول في الكوميكس بيبقوا كائنات حقيقيه مش خداع بصري زي ما كان عاملهم ميستيريو. وكمان حصل له اللي ما حصلش لاي سبايدر مان قبل كده، وهو ان هويته اكتشفت قدام العالم كله، ودخل في فايت مع دكتور سترينج وهانو جامد. ده غير ان حصل معاه كل حاجه تقريبا حصلت مع توبي واندرو، ودخل في فايت مع الفيلنز بتوعهم اصلا، جرين جوبلin، ساند مان، الكترو، ليزر، وخسر عمته ماي، وخسر صاحبه، وخسر صاحبته، وخسر تعليمه. ده سبايدر مان اللي اتقدم ده هو اتهم بمعنى الكلمه، ولسه الاهانه جايه في السكه في براند نيو داي. حبيب قلبي عامل ايه؟ بص بقى، اول ظهور لتوم هولاند سبايدر مان كان في فيلم كابتن امريكا سيفل وور اللي نزل 2016. كان ساعتها توم هولاند عنده 20 سنه وبيعمل دور بيتر باركر اللي عنده 14 سنه، اللي عايش مع مرات عمه ماي باركر. وفي الفيلم بيكون توني ستارك هو اول واحد عرف ان بيتر باركر هو سبايدر مان، وبنشوف ساعتها اول سوت كان عاملها بيتر باركر، وتوني بيعرض عليه ان هو يبقى معاه، وفعلا بيحصل الكلام ده، وبنشوف ان بيتر باركر اتعمل له سوت جديده تماما على ايد توني ستارك. وساعتها بنشوف ان هو دخل في فايت ضد كابتن امريكا وكان هيكسبه، لولا ان كابتن امريكا عنده خبره اكتر فكسبه. وكمان بنشوفه دخل في فايت مع الوينتر سولجر وقدر انه يمسك دراعه بكل سهوله زيه زي سنشري كده بالظبط. وبنروح بعديها الفيلم هوم كامينج، وبنشوف فيه سبايدر مان وهو بيحاول يبقى الفريندلي نيبرهود على كام ايفنت كده بيحاول فيهم ان هو يبقى السوبر هيرو، بس كل مره كان بيدخل في حاجه كان بيبوظها. وبنشوف له المشهد الايقوني ده اللي بيبقى شبه مشاهد توبي ماجواير وهو بينقذ القطر، وشبه اندرو جارفيلد وهو بيفايت الكترو. بس للاسف في المشهد بتاع توم هولاند ده مش بينقذ الموقف ولا حاجه، وايرون مان هو اللي بيتدخل، ومن بعديها توني ستارك بياخد منه السوت اللي كان عاملها له، وده اللي بيخلي بيتر يرجع للسوت الاولى اللي كان عاملها، وبيحاول ان هو يتصدر الفولتشر. بس للاسف الفولتشر بيكسب وبيهين سبايدر مان حرفيا. وهنا بيتر بيبقى بينهار لحد لما بيفتكر ان هو سبايدر مان، وبيقدر ان هو يشيل الحطام اللي كان واقع عليه ولوحده ومن غير مساعده حد، مش زي فريق النيو افنجرز اللي كلهم كانوا بيحاولوا يشيلوا الحيطه اللي واقعه دي. المهم ان هو بيدخل في فايت مع الفولتشر وبيقدر ان هو يكسبه بدون تدخل توني ستارك ومن غير السوت اللي عاملها له، وعشان كده توني ستارك بيرجع له السوت بتاعته تاني. وفي اخر الفيلم ده بنعرف ان الفولتشر بيتم حبسه، وبنشوف ماك جارجن AKA سكوربيون بيبقى عايز يعرف مين هو بيتر باركر، لانه هو كان السبب ان الحكومه قبضت عليه، وفولتشر مش بيرضى يقول له. وفي الفيلم ده بيتم تقديم نيد ليدز انتيم بيتر باركر، وبرضه بيتم تقديم ميشيل جونز AKA MJ حبيبه سبايدر مان المستقبليه. وبنروح بعديها الفيلم افنجرز انفينيتي وور، وبنشوف ان الالينز دخلوا كوكب الارض، وبيتر باركر بينضم لايرون مان في الفايت دي، وبعديها بيروح ورا السفينه الفضائيه بتاعتهم، ودي بتكون اول مره نشوف فيها بيتر باركر بافشخ صوت على الاطلاق، وهي الايرون سوت. ومن بعديها بيتر بيقابل دكتور سترينج وبيعرفه بنفسه، ومن بعديها الجارديان اوف ذا جالاكسي، وبيتجمعوا كلهم لمحاربه ثانوس. ودي يا ريس بتبقى اول مره نشوف ان سبايدر مان بيدخل في فايت مع حد في الفضاء اصلا، وما اتعملتش قبل كده في اي فيلم من افلام سبايدر مان. المهم ان هم مش بينتصروا عليه، وبنعرف ان ثانوس بيقدر ان هو يعمل السناب بتاعته، عشان نشوف بعديها ان بيتر باركر بيبقى من ضمن الناس اللي اختفت في السناب دي. بس بيرجع تاني طبعا في اند جيم بعد ما الافنجرز رجعوا بالزمن وقدروا ان هم يجيبوا الستونز ويرجعوا الناس كلها. واحب اقول لك ان السبب الرئيسي اللي خلى توني ستارك يساعد الافنجرز في حوار الرجوع بالزمن ده هو بيتر باركر نفسه، لان توني ستارك من ساعه اختفائه وهو ما كانش قادر يسامح نفسه، وبيشارك سبايدر مان في الفايت الايقونيه في اند جيم ضد ثانوس والجيش بتاعه. بس للاسف بيتر بيخسر مثله الاعلى وقدوته في الحياه توني ستارك، وبنشوف تاثير غياب توني ستارك في حياه بيتر باركر في الفيلم اللي بعده بعنوان فار فروم هوم. Everywhere I go, I see his face. وبنعرف ان في الفيلم ده توني ستارك ساب لبيتر باركر نضاره ايديس اللي بتقدر ان هي تتحكم في كل الدرونز اللي عاملهم توني ستارك،
وكان هدف توني من الدرونز دي هي محاوطة الكرة الأرضية كلها بهدف الدفاع عنها قصاد أي خطر ممكن يحصل. فأنت متخيل كمية الثقة بتاع توني ستارك في بيتر باركر اللي يعتبر لسه شاب في المدرسة؟ المهم إن بيتم تقديم كاركتر كوينتين بيك AKA ميستيريو في الفيلم ده، وبيبقى هو المين فيلن بتاعنا. وطبعا ظهر لنيك فيوري على إنه سوبر هيرو جاي من كون تاني، وبيقول إن الكون بتاعه اتدمر على إيد كائنات اسمهم الإليمنتالز، وفعلا بيظهروا الإليمنتالز دول في كذا بلد، وده اللي بيخلي نيك فيوري يلجأ لسبايدر مان عشان يبقى عايز مساعدته. وبيتقابل كوينتين بيك ببيتر باركر، ومن ساعتها بيتر بيشوف فيه روح توني ستارك وبيفتح له قلبه وبياخده قدوته الجديدة. وعلى مدار الفيلم بيكون بيتر باركر مش موجود في نيويورك، بس بيكون في رحلة مدرسية مع أصحابه في دول أوروبية، وبيبقى عايز يعترف لإم جي إن هو معجب بيها، وحظه السيء مش بيعرف يقول لها لأن الإليمنتالز بيظهروا في الدول دي، وطبعا مش بيعرف إن هو يلبس السوت بتاعته عشان هويته ما تتعرفش، وبيضطر إنه يلبس سوت تانية نيك فيوري عاملها له. Alright, I'm in position. وبيدخل في فايت هو وميستيريو مع واحد من الاليمنتالز وبيكسبوه. ومن بعدها بيتر بيقول لكوينتين ان هو احق بالنضاره وان هو يستحقها اكتر منه، عشان نكتشف بعديها ان مفيش حاجه اسمها ميستيريو ومفيش حاجه اسمها الاليمنتالز، وان كل ده خداع بصري من كوينتين بس عشان ياخد النضاره من بيتر باركر. وبنشوف ان في فار فروم هوم ام جي بتعرف ان بيتر باركر هو سبايدر مان، وبتقول له ان هي لقت الجهاز ده ساعه الفايت الاخيره مع الاليمنتال، وساعتها بيتر بيعرف ان كوينتين كان بيضحك عليه، وبيحاول بيتر ان هو يلاقيه، وفعلا بيوصل له وبيدخل في فايت معاه، او بمعنى اصح دخل في فايت مع الخداع البصري، وبيتهان من ميستيريو حرفيا، وبينهار بيتر باركر لحد لما بيعمل واحد رايز وبيعمل سوت جديده على طريقه توني ستارك، ودي بتبقى خامس سوت اتقدمت معانا لحد دلوقتي، وبيقدر يكشف للعالم كله ان الاليمنتالز دول عباره عن درونز مش اكتر. وبيدخل في فايت رايقه قصاد كوينتين بيقدر فيها بيتر لاول مره ان هو يستخدم السبايدر سينس بتاعته وانه يفايت الدرونز من غير ما يكون مفتح عينه. Come on, Peter Tingle. وبيتصاب كوينتين في المشهد ده وبيتفنش، وبعدها بيتر بيروح لام جي وبيحضنها وبيديها السلسله اللي كان جايبها لها، وبعدها باسبوع بيكونوا راجعوا نيويورك، وبياخد بيتر ام جي وبيسوينج بيها حبه لحد لما الاخبار بتشتغل على كل الشاشات في الشارع، وبنشوف ان جي جونا جيمسون موجود في العالم ده، وبيذيع فيديو الميستيريو وهو بيقول ان سبايدر مان هو اللي حاول يفنشه، وبيقول ان سبايدر مان هو بيتر باركر. عشان نروح بعديها الفيلم نو واي هوم اللي بدأ من لحظة انتهاء فار فروم هوم، وبنشوف ان بيتر حياته بتبوظ بعد ما كل الناس عرفت هويته، وبيتم القبض عليه هو واصحابه، وبيتم مصادرة كل تقنيات توني ستارك اللي كانت معاه، وبيفرجوا عنه بعديها، بس للأسف مش بيتم قبوله في معهد MIT هو وام جي وند، وعشان كده بيلجأ لدكتور سترينج وبيطلب منه ان هو يعمل له تعويذه تخلي كل الناس اللي عارفه ان بيتر باركر هو سبايدر مان ينسوا الكلام ده كله، بس التعويذه بتبوظ والمالتي فيرس بيفتح، وبيدخل الكون ده فيلنز بتوع سبايدر مان من اكوان تانية. وعشان كده بنشوف فايت ما بين سبايدر مان ودكتور اوكتوبوس من عالم توبي ماجواير، وبيقدر بيتر ان هو يتغلب عليه ويحبسه في الدنجن بتاع الدكتور سترينج، وهناك بيكون اوريدي دكتور سترينج مسك الليزر اللي بيبقى من كون اندرو جارفيلد، وبعديها بيتر بيخرج يدور على بقيه الفيلنز لحد لما بيقع في الكترو من كون اندرو جارفيلد وساند مان من كون توبي ماجواير، وبيقدر ان هو يحبسهم هما كمان، وبعديها بيقابل نورمان اوسبورن من عالم توبي ماجواير وبيجيبوا الدنجن، وهناك بتتم محادثه ما بين كل الفيلنز في وجود بيتر باركر ونيد وام جي، ومن كلامهم بيتر بيفهم ان كلهم ماتوا وهما بيفايتوا سبايدر مان، وانهم لو رجعوا العالم بتاعهم هيرجعوا للحظه اللي بيموتوا فيها، فعشان كده مش بيرضى ان هو يرجعهم، وبيدخل في فايت مع دكتور سترينج وبيكسبوا فيها كمان، وبياخد الفيلنز دول في شقه هابي هوجن وبيحاول ان هو يعالجهم من اللي حصل لهم، وفعلا بيعالج دكتور اوكتوبوس، وساعتها دكتور اوكتوبوس بيرجع لبيتر باركر النانو اللي كان واخده منه عشان تتحول السوت دي لسابع سوت مختلفه لسبايدر مان. هتقولي لا دي السوت الثابته يا عم انت، هقول لك لا، لان في اول الفيلم في حد حدف على سبايدر مان بويا وبوظ له السوت بتاعته وهو قلبها على ظهرها وبقت دي السوت السادسه اللي استخدمها. المهم ان قبل ما بيتر يبدا في علاج بقيه الفيلنز، نورمان اوسبورن بيكون الجرين جوبلين سيطر على تفكيره وبيمسك بيتر باركر وبيهينه حرفيا، يا ريت بيهينه بس، ده كسر بيه ارضيات وسقف بتاع 3 ادوار مثلا، ومش بس كده ده بيهاجمه هو وانت ماي سوا، وبتتصاب ماي وبتقول لبيتر And with great power there must also come great responsibility.
وبعديها بنشوف اكتر مشهد مؤثر في الثلاثيه دي، وهو لحظه موت انت ماي. وفي نفس اللحظات دي الحكومه كمان بتوصل وبتبقى عايزه تقبض على بيتر، بس بيقدر ان هو يهرب ومحدش بيعرف مكانه. وعشان كده ام جي ونيد بيبقوا قلقانين عليه جدا، ونيد بيجرب ان هو يفتح بورتال عشان يشوفه فين، والبورتال بتفتح وبنشوف دخول اندرو جارفيلد عالم الام سي يو، وطلع ان هو اتنقل العالم ده مع الفيلنز بعد ما التعويذه باظت. وبعدها نيد بيحاول تاني وبيفتح بورتال تانية عشان نشوف ساعتها دخول سبايدر مان الاسطوري توبي ماجواير عالم الام سي يو. وبيطلع ان هو كمان دخل الكون ده مع بقيه الفيلنز بعد ما التعويذه باظت، وبيقدروا ان هم يوصلوا لمكان بيتر باركر، وبيتكلموا معاه وبيفهموه ان كل اللي حصل معاه ده هو حصل معاهم هم كمان، وان هم كمان خسروا ناس كتير، وبيتفقوا ان هم يعملوا خطه بيتر الاصليه وان هم يشفوا الفيلنز، وبيقدروا بمساعده بعض ان هم يعملوا كيور لكل الفيلنز دول، وبيستدرجوهم لتمثال الحريه. وبتدور الفايت يا ريس ما بين الثلاثه سبايدر مان وبقيه الفيلنز. واهم حاجه في الفايت دي اننا بنشوف توم هولاند وهو بيفايت ليزارد وبيفايت ساند مان وكمان فايت الكترو، وبيقدروا ان هم فعلا يشفوا الفيلنز. بس الجرين جوبلin بيحضر وبتدور العركه تاني عشان نروح للفايت الايقونيه ما بين سبايدر مان والجرين جوبلin. وبيفوز فيها بيتر باركر وبيقدر ان هو يتمالك اعصابه وما يفنش الجرين جوبلin، وده طبعا بعد تدخل توبي ماجواير، وبيقدر ان هو يشفي نورمان اوزبورن. وبعديها المالتي فيرس بيفتح وبيبقى هيحصل كولايد ما بين العوالم، وبيقرر بيتر باركر ان هو يخلي دكتور سترينج يعمل التعويذه الاصليه بتاعته، وانه يخلي كل الناس تنسى ان بيتر باركر هو سبايدر مان. وبيودع بيتر صحابه ودكتور سترينج بيعمل التعويذه فعلا. وبتمر الايام وبيروح بيتر عشان يقابل ام جي، ولما بيشوفها ان هي متعوره في دماغها بيقرر ان هو ما يقولهاش حقيقة ولا يفكرها بنفسه، لانه هنا بيعرف ان بسبب معرفتها ان هو سبايدر مان هي اتأذت، وهو مش عايز ان ده يحصل تاني. وبيقرر بيتر باركر انه يبقى وحيد في الدنيا دي، وبياخد شقة عشان يعيش فيها لوحده. لا وكمان بيخيط بنفس الصوت الجديدة بتاعته اللي تبقى بيزد اون سوتس السبايدر مان اللي قابلهم، وبيعمل الفاينل سوينج بتاعته. وبتخلص ثلاثية سبايدر مان توم هولاند على كده يا حبي. واحب اقول لك ان دي نفس السوت اللي هيظهر بيها توم هولاند في سبايدر مان براند نيو داي اللي كلها ساعات وتفصلنا عنه. وانا متحمس جدا يا كبير للفيلم ده، وعندي احساس انه هيبقى فعلا بدايه يوم جديد على توم هولاند وعلى بدايه الثلاثيه الجديده، يعني احنا لسه في البدايه. وعشان كده حاول ما تعليش سقف توقعاتك انك ممكن تشوف نو واي هوم، لان ده مش هيحصل تاني، خلي بالك. ومستوى الفيلم هيكون في مستوى سبايدر مان 1 لتوبي ماجواير، وده لو حصل اصلا فده في حد ذاته نجاح، لان بناء عن كل الفيديوهات اللي احنا عملناها سوا انا وانت عارفين ان الفيلم ما فيهوش نظريات وقصته واضحه. ومن ساعه نزول اول اعلان وانا قلت لك ان الفيلم واضح في قصته وما فيهوش تعقيد، وهو ده اللي احنا عايزين نشوفه حاليا. ومحتاجين نشوف السين الايقوني للبنشر مع سبايدر مان بقى، ونشوف فايت وهميه ضد سافيج هالك، وعايزين نشوفه هيعمل ايه مع الدي او دي سي، وعايزين نشوف تقديم جين جراي. ويا جدعان محدش يقول لي ان هي فاير ستار ولا شجره ولا الكلام الحمصاني ده، هي جين. ونفسي اشوف اي تلميح لند ان هو هيبدا يتحول لهوب جوبلin. واخيرا وده مش هيحصل في الفيلم، نفسي اشوف توم هولاند بالسيمبيوت سوت، بس للاسف ده مش هيحصل دلوقتي. واخر كلمتين حابب اختم بيهم معاك اخر حلقه عن سبايدر مان قبل نزول الفيلم بكره ان شاء الله، هما الكلمتين دول: افلام سبايدر مان في التاريخ. يمكن عشان هو ده سبايدر مان اللي انا اعرفه واللي كان نفسي اشوفه من 2016 بعد انتهاء حقبه اندرو جارفيلد. سبايدر مان كبير في السن ومش طفولي، وعارف ان with great power comes great responsibility. سبايدر مان اخيرا عامل الصوت بتاعته بنفسه، ده غير الاورجانيك ويبنج اللي بتطلع منه، اللي بتاكد لك ان سبايدر مان اللي قدامنا النهارده هو سوبيريور سبايدر مان، ومش هو سبايدر مان بتاع الثلاثيه القديمه. الاعلان كمان قدم لنا مشاهد ايقونيه جديده علينا كليا وما شفناهاش مع اي سبايدر مان اتقدم قبل كده. واخيرا توم هولاند ومارفل وسوني بيقدموا لينا سبايدر مان زي الكتاب ما بيقول، مفيش مجال للهزار، مفيش مجال للطفوليه. اخيرا قصه بتحكي عن معاناه سبايدر مان الحقيقيه، قصه ديب، قصه دارك فيها حزن وخساره، وقصاد كل ده اور فريندلي نيبرهود بيقوم وبيفايت رغم كل الصعوبات دي. لكن الخطر المرة دي أكبر من أي خطر قابل سبايدر مان قبل كده، لأن الخطر اللي بيواجهه المرة دي هو سبايدر مان نفسه. وأظن مفيش أخطر من إنك تواجه النسخة الدارك منك،